السلام عليكم جميعا متابعين قناة ربيعة أم وليد. كنقدم لكم التحية والسلام، وكنطلب منكم الدعم، وكنحيي كل الناس الجداد. كنقول مرحبا بكم، والقدام مرحبا بكم، والقناة قناتكم، واي واحد دخل جديد عن طريق هذا الفيديو كنقول ليه مرحبا بك. انضميتي لعائلة اليوتيوب اللي هي عائلتي، واللي انا كنفخر بها. وكان مازال كنتظر الدعم، انا مازال كنتظر الدعم، مازال كنتظر الدعم، مازال كنتظر 10,000 مشترك، مازال كنتظر الفيديوهات يوصلوا لاكبر عدد من المشاهدات. الحمد لله انا في الانتظار وما يأسش. اليوم اخواني اخواتي عندنا اليوم كيكه ديال التفاح، كيكه ديال التفاح اللي غادي نبدا كنصايب قدامكم وانا كنذكر في المقادير. اللي غادي نديرو هو اول حاجه 2 بيضات كيف كتشوفوا، كاس ديال الزيت عبار العنبه، وكاس مع مرش ديال السكر، انا هكا كتجيني. هذه فاني، وندير معلقه، ندير كاس ديال الحليب، واحد شويه ديال الملحه، هذه واحد نص معلقه ديال الخل، ماشي بزاف، اقل من معلقه، غير على الزفوره ديال البيض. غادي نطحن هذا الشيء كامل في الخلاط ونرجع هنا. كيف كتشوفوا معايا عندي 2 كيسان ديال الطحين، غادي نغربلهم. 2 كيسان هادو ماشي معناها اني غادي نديرهم كاملين، ولكن غادي نغربلهم ونجهزهم وعلى حسب اشنو غادي تهز. حنا هنا جهزنا المول اللي غنديروا فيه الكيكه. كنعتذر على الصوص ديال المولينكس. طبعا هنا ملي خلطنا الخليط ها هو غادي ننزلوه كيف كتشوفوه. خدا في المولينكس واحد 5 دقائق. اول حاجه غادي نزيدها في الكيك هي الخميره ديال الحلوه، و2 معالق صغار ممسوحين. الخميره ما كنزيدهاش في الطحين، لاني كنخاف الطحين ما تاخذش ليا الطحين كامل وتولي ليا الخميره ما خداتش حقها. انا غادي نزيد الطحين، نص ديال الطحين، هنا كتشوفوا راه خدات 2 كيسان بجوج. غادي نشوفها واش غادي تحتاج ماء ثاني. لا، كيتقطع العجين، كيتقطع، فمعنى باقي خصها الطحين. انا زدت غربلت هذا، غنبدا نزيد بالملعقه 1 2 1 معلقه. هذه 3 معالق زيت،
هذا هو القوام. مع ذلك غنزيد هذه المعلقه الثانيه، يعني تقريبا 2 كيسان. خصهم يكونوا هذوك 2 كيسان عامرين مزيان، لان انا هذاك الكاس اللي عندي كيهز اكثر من العنبه. هنا غادي نحطوا الكيكه في المول، وغادي نرفعوا يدينا باش نخليوها تهوى. كيف كتشوفوا نضربها هكا باش يخرج منها الهواء. غادي نخليها على جنب حتى نقطع التفاح. في هذا الاثناء انا درت الفران يسخن، خليكم معايا. كيف كتشوفوا غادي نقيو ونحيدو القلب ديال هاد التفاحات. وغادي نبدا نقطعهم على شكل هلاليات. الان غادي نبداو نستفوهم. كتشوفوا هنا انا اكتفيت بجوج تفاحات. غادي نبدا كنستف فيهم هكذا. وهكذا هذا هو الشكل ديال الكيكه. غادي ندخلها للفران، نتلاقى معكم من بعد ما تخرج من الفران. هذه الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. غادي نكب عليها السيرو. هذا الليمون، عصير الليمون مع السكر مع واحد المعلقه ديال الكونفيتور. الليمون بارد، هذا اللي ما عندوش ليمون يدير الشيره، لكن انا كنبغيها هكا. غادي نخليها شويه تبرد عاد باش نحلها من المول ونرجع معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. كيف ما كنتمنى انها تنال اعجابكم وتلقاوها كيف ما وصفتها لكم وتجربوها وتساعدوني وتفرحوني بالتعليقات ديالكم وبالاعجاب وبالاشتراك. تحيه للجميع، مرحبا بالجداد، مرحبا بالقدام. ما تنسونيش اشتراك واعجاب وتفعيل الجرس. شكرا لكم، نتلاقى معكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.